في منطقة صغيرة وهادية في غرب بريطانيا كانت الحياة بتمر ببطء شديد جدا بين أهلها، والحياة هناك كانت بسيطة جدا ومفيش أي حاجة إن ممكن يحصل أي حاجة غلط. بس كان في بيت قديم موجود على طرف المنطقة دي، وكان بيسكن في البيت ده واحدة ست بريطانية عندها تقريبا 45 سنة. كانت عايشة حياة هادية جدا وبسيطة، أو على الأقل كده كان ده اللي باين لكل اللي حواليها. لكن الحقيقة كانت غير كده خالص. وفي ليلة كئيبة وضبابية كان فيها السكون تقريبا مغطى على كل حاجة، وصلت قوات الشرطة لمكان في العادي يعني بيكون هادي ومريح. لكن الليلة دي كانت مختلفة تماما. الباب مقفول والجو كان مليان رهبة، كأن المكان بيهمس بحكاية مؤلمة محدش لسه سمع عنها ولا حتى عرف تفاصيلها. الست اللي عمرها تقريبا 45 سنة كانت مرمية في وسط بيتها، وجثتها نايمة على الأرض، وكانت غرقانة في دمها، وكانت مطعونة بالسكينة في قلبها. للأسف الشديد يا صديقي، الشرطة كانت واقفة قدام مشهد مرعب، وما كانش فيه أي شهود، ومفيش أي دليل واضح، ومفيش حتى أي أمارة تقول الحادثة دي حصلت إزاي او مين اللي عملها. واللي الشرطة لقيته مجرد بيت صغير وساكت وصامت، والكلب صاحب القتيل. الكلب بصوت نباحه العالي وعيونه اللي كانت مليانة حزن ووفاء لصاحبته كانت تقريبا هي الشاهد الوحيد على اللي حصل. الشرطة وقتها شافت في عيونه الألم والرغبة ان هو عاوز يقول حاجة، كأنه عاوز يحكي اللي حصل. لكن للأسف هو حيوان ما بيتكلمش، لكن ممكن يعمل حاجة تانية. التقارير اللي طلعت بعد كده يا صديقي قالت إن الست كانت بتواجه مشاكل مع جوزها بقالها فترة كبيرة، والمشاكل بقت أكبر من إن هي تتصلح، والقرار كان واضح جدا وصعب. والقرار كان الانفصال اللي الست كانت مصممة عليه. لكن الراجل كان بيرفض يتقبله شكلا وموضوعا، وكان بيجيلها من وقت للتاني يحاول يقنعها ويحاول يتوسل ليها ان هي مجرد تغير رأيها. لكن اللي حصل في الليلة دي كان في حاجة مختلفة وحاجة خطيرة كمان. وعلى حسب رواية الجيران يا صديقي قالوا ان هم سمعوا صوت مشاجرة حادة بين الراجل ومراته. صوتهم كان عالي جدا يا صديقي، كأن كان فيه صراع أخير ما بينهم. لكن بعد كده كل حاجة سكتت فجأة. محدش سمع صوت صرخات أو استغاثة غير الكلب اللي كان شايف كل حاجة بعينيه، شايف الراجل وهو ماسك السكينة، وشايف الطعنة اللي قضت على صاحبته الوحيدة. الكلب ما استناش وهجم على الراجل وحاول يدافع عن صاحبته، وعض الراجل في رجله بكل قوة فيه. لكن الراجل للأسف كان أسرع من الكلب، وقدر إن هو يهرب قبل ما أي حد يحس بيه أو يلحق يتدخل. ومع صوت نباح الكلب اللي كان بيحاول بكل الطرق يقول لكل اللي حواليه إن في حاجة غلط، الشرطة وصلت. وبعد ما الشرطة وصلت وبدأت التحقيقات، كانت الشكوك كلها بتحوم وبتدور حوالين الزوج. لكن للأسف ما كانش فيه أي دليل قاطع أو واضح. والمهم هم استدعوا الراجل علشان يسمعوا منه ويحاولوا يعرفوا الحقيقة، بس ما كانش للأسف في أي حاجة ملموسة. لحد بقى ما في فرد من الشرطة لاحظ إن رجل الراجل ده كان فيها جرح، وجرح شكله جديد. وده اللي كان غريب وقتها يا صديقي، خصوصا لما افتكروا كلام الجيران عن نباح الكلب الشديد في الليلة دي. لكن الأغرب من كده بقى يا صديقي إن لما الكلب شاف الراجل قدام البيت وهو واقف مع ضباط الشرطة، بدأ ينبح بنبرة عالية جدا ومليانة غضب. نباح ما كانش بيقول غير حاجة واحدة بس، هو ده اللي عملها. الشرطة بقى يا صديقي بدأت إن هي تضيق عليه الخناق أكتر وأكتر، واستجوبوه بكل الطرق الممكنة. استمروا في التحقيقات بتاعتهم، وبرغم كده الراجل فضل ينكر. لكن في النهاية وتحت الضغط والذكريات اللي كانت بتحاوطه وبتطارده ليل ونهار، خلاص هو انهار واعترف بكل حاجة. اعترف انه في لحظة غضب وحزن ما قدرش يتحكم فيها، طعنها لانها رفضت ترجع عن قرارها بالانفصال. وقال لما شاف اصرارها حس ان هو فقد كل حاجة، وانه ما كانش قادر يتخيل حياته من غيرها. لكن الغضب اللي كان جواه كان اقوى منه، وده اللي خلى ايده تغرز السكينة بكل قوة عنده
في قلبها من غير تردد. ودلوقتي يا صديقي القضية اتحلت، لكن الألم اللي سببته القضية دي فضل موجود. الكلب الصديق الوفي بقى هو الوحيد اللي تقريبا بيعيش في البيت الفاضي ده، بيفضل مستني يرجع الزمن لورا، يرجع صاحبه اللي كان بيحبه. المنطقة كلها بقت بتحكي القصة دي. قصة في الأصل بتبان إن هي بسيطة، لكن الحقيقة هي كانت بتحمل أسرار مظلمة كتير، أسرار محدش كان يتخيلها. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك أي اقتراح لفيديوهات جديدة أو محتاج أي تعديل في المحتوى. وكل اللينكات اللي أنت هتحتاجها هتلاقيها تحت في الديسكريبشن أو في أول كومنت. وبس كده، كان معاكم أمين أشرف، أشوفكم الفيديو الجاي.